السلام عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقة جديدة من قعدة رايقة اللي هنتكلم فيها عن كل حاجة واي حاجة. هنتكلم النهاردة عن الرضا والتقبل، وفكرة انك ترضى وتتقبله، ومش بس كده، وتحمد ربنا على كل حاجة واي حاجة بيحصل لك، سواء خير او انت شايفها شر. وهي دي الاحق بالشكر، لانها ممكن تكون خير ليك واحسن 100 مرة من الحاجة اللي انت معتقد انها خير. لأن ربنا هو اللي عارف وهو اللي بيختار لك مصيرك، وأكيد هو مش هيعمل لك حاجة وحشة، بس للأسف احنا اللي مش عارفين وجاهلين بالحاجة دي، لأنها من الغيبيات. يعني انت ما تعرفش لو كان حصل الحاجة اللي انت عايزها كان هيحصل لك ايه. ما يمكن كان يحصل لك حاجة وحشة فعلا، ولا مصيبة لا قدر الله، وربنا نجاك منها بسبب رضاك ودعائك، وحصل لك الحاجة القليلة علشان ينجيك من الحاجة الكبيرة. وللأسف كم من الناس كتير جدا لما ما يحصلش الحاجة اللي هو عايزها أو يحصل له مشكلة بيبقى ناقم على حياته، متضايق وشايل الهم، ويقعد مكتئب ويقول ليه يا رب وحرام كده، ويجادل ربنا في الحاجة دي. للأسف ديت مشكلة ممكن تتعبه في الدنيا، وهيفضل تعبان منها ومخنوق ومش عارف يعيش حياته كويس. لا، وكمان ان هي اصلا حرام، وبياخد سيئات وذنوب عليها، زي مثلا الناس اللي بتولول وتقعد تعيط وتندب حظها وتعترض على قضاء ربنا لو حد لا قدر الله قريبهم مات. انا مش بقول اننا ما نزعلش او نعيط، بس لازم نزعل بالعقل والدين، زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عمه وزوجته في نفس العام، فضل صابر ومحتمل ويحمد ربنا. انت ممكن تعيط ماشي، بس يبقى علشان مش هتشوفه تاني او هيوحشك، مش اعتراض على قضاء ربنا، لان ده اختبار من ربنا وابتلاء، فلازم تنجح فيه وتعدي فيه كويس، لانه من اهم الاختبارات اللي في حياتك علشان ترضي ربنا. ومثلا استكمالا لموضوع الحلقة اللي فاتت اللي هي الثانوية العامة، انت ممكن تكون عملت اللي عليك، اجتهدت وبذلت كل طاقتك، فربنا يكرمك ويوفقك وتجيب مجموع عالي او اللي انت عايزه، او ربنا يوفقك وتجيب مجموع انت ما كنتش حابه ولا عايزه. سواء كده او كده خير ليك، وربنا قدر لك الحاجة دي، لانه عارف انك هتنجح فيها وهتبقى كويس لما تحصل لك، بس انت اللي ما تعرفش، فتتعب في نفسك وحياتك في انك مش راضي بقضائه وتدبيره ليك، فتبقى في شقاء في الدنيا وذنب في الآخرة. ففي الحالتين هو ده أحسن لك، ولازم ترضى وتحمد ربنا وتكمل حياتك، وتحاول تسعى إنك تبقى أحسن حد في مجالك، وصدقني ربنا هيقف جنبك وهتبقى أحسن واحد. بس انت ارضى بكل جزء فيك، وصدقها مليون مرة إن ده خير ليك، وإن شاء الله ربنا هيعوضك خير بعد كده. وأقولها لك من نظرة تانية، إنك لا قدر الله ما جبتش المجموع اللي انت عايزه أو ما حصلكش الحاجة اللي انت عايزها، وبعدين هتعمل ايه؟ يعني مفيش في ايديك حاجة غير طريقين، ان انت تزعل وتكتئب ويبقى حمل عليك وتفضل طول عمرك تعبان بسببه، او الطريق التاني انك تتقبل وتحمد ربنا وتشكره على النعم الكتير اللي بس ما حصلش نصيب في الحاجة ديت، بس نعم ربنا وخيره مغرقك في حياتك، وتدعيه انه يعوضك خير على الحاجة ديت، وتكمل حياتك وانت مرتاح ان كل حاجة ربنا معاك فيها، وهو اللي بيعملها لك، وهو اللي بيختار لك الخير. صدقني فيها كمية راحة نفسية رهيبة، ودي بقولها لك عن تجربة، ان اي اختيار انت مش هتعرف ايه الاحسن والخير ليك، فتسيب ربنا يختار لك وترضى بكده، فعلا فيها كمية طمأنينة مش طبيعية. وكمان هتكسب ايه لما تبقى ناقم على حياتك، غير انك هتبقى تعيش في الدنيا وشقاء وبتعمل حاجة حرام، فعلى الاقل خليها ثواب واكسب في الاخرة حتى لو مش هتكسب في الدنيا. ودي من اكتر الاسباب للانتحار اللي هو حرام برضو، فما فيش سبب انك تضايق نفسك ولا تتخنق. زي مثلا موقف حصل لنا في المصيف، ان واحدة قريبتنا كانت ماشية على الشط، فالتليفون بتاعها وقع وهي ما خدتش بالها الا بعد ما مشينا شوية، فرجعنا ندور عليه مش لاقيين حاجة خالص، رنا عليه نلاقيه مغلق، فقعدت بقى تعيط وزعلانة ومتضايقة على الحاجات اللي كانت عليه، لحد ما لقينا راجل قاعد على الشط، فسألنا ايه اللي حصل، فقال لنا حاجة من اصعب الحاجات اللي ممكن تحصل اللي عمر ما هنساها
طول حياتي. قال طب ضيعتوا التليفون بتاعكم في المية، ابني ضاع في المية. ساعتها بس كلنا اتصدمنا وفضلنا ساكتين شوية كده، اللي هو يعني كان ممكن اي حد فينا فعلا يروح في المية ومعدناش نلاقيه تاني، بس الحمد لله ربنا خد التليفون مكاننا علشان ينجينا احنا. فلقينا البنت بقت عادي وتقبلت الموضوع، وكلنا تقبلنا الموضوع وقلنا الحمد لله واستعوضنا ربنا فيه، ومشينا وفضلنا نضحك ولا كأن في تليفون ضاع من ساعة ولا كأن في حاجة حصل. ده علشان افتكرنا ربنا وسمعنا الحاجة اللي اوحش من اللي حصلت لنا. مفروض انك ترضى حتى من غير ما تسمع حد. انت اول ما يحصل لك المشكلة لازم تفتكر ربنا من جواك، تحمده وتشكره. بس ربنا الحمد لله ساعات بيدينا حاجات علشان يفكرنا بيه، زي الراجل ده ان هو عرفنا ايه اللي حصل ويقول لنا اعرفوا ان ربنا جنبكم ومنجيكم من حاجات كتير واوحش كان ممكن تحصل. بس الحمد لله على كل حاجة واي حاجة بتحصل، زي مثلا انك تبقى عايز تخرج وما خرجتش فتقعد تتضايق، ما يمكن كان جرالك حاجة لا قدر الله او عملت حادثة، فقعدتك في البيت اكيد احسن لك، بس انت اللي ما كنتش عارف. فلازم تحط في دماغك ان الموضوع اللي انت عايزه ده لو ما حصلش يبقى ربنا هو اللي عايز كده، علشان كان اكيد هيحصل لك حاجة تانية انت ما كنتش حاببها او مشكلة بالنسبة لك. زي مثلا برضو اعرف حد سقط في اول سنة في الكلية، فضل متضايق ومكتئب وزعلان والحياة بقت بالنسبة له وحشة، لحد ما حول في السنة اللي بعدها لجامعة تانية. الحياة بدأت تبقى كويسة وبدأ ينجح ويجيب تقديرات كويسة وامتياز وجيد جدا بكل سهولة. ومع ذلك بعد ما خلص الكلية وبعد كام سنة من حياته لحد دلوقتي بيشتكي وزعلان على السنة اللي ضاعت منه وبيندب حظه ومتضايق ومخنوق. طب هتفضل لحد امتى متضايق عليها ومبوظلك حياتك، مش عارف تعيش بسبب سنة غلطت فيها او ربنا كان عايز فيها حاجة معينة عشان يعلمك فعلا درس؟ وهو فعلا ده اللي حصل، ان هو اتعلم الدرس وخد خبرة في السنة ديت خلته بعد كده يبقى حياته كويسة. بس هو لسه لحد النهاردة مش عايز يقتنع بالكلام ده، مش عايز يعيش حياته كويسة ومرتاح ويقول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ويبقى مصدق فيها ومقتنع فيها 100%. فهي في الأول والآخر احنا كل اللي احنا بنعمله علشان نرضي ربنا ونبتغي رضاه، هو ده أساس الحياة بتاعتنا اللي احنا بنسعى فيها. عندك أوضح مثال هما الأنبياء، أكتر ناس مبتلين زي نبينا محمد ونبي الله موسى ونبي الله عيسى، كلهم صبروا واحتملوا اللي ما يقدرش حد فينا طبيعي يتحمله، كل ده علشان ابتغاء مرضات الله. واكيد كلنا عارفين اكتر واحد مبتلى وصابر نبي الله ايوب عليه السلام، فضل مريض وفي عناء وتعب كام سنة واحتمل اللي محدش يقدر يحتمله. فانت اكيد مش احسن من الانبياء علشان ما يبقاش فيه ابتلاءات. وفعلا اكتر حاجة غلط وحرام ممكن تتقال هي حرام اللي بيحصل فينا، او ليه يا رب يحصل كده، ان انت بتعترض على قدر ربنا، ودي لازم انت اللي تعملها، ما ينفعش حد يعملها لك، انت اللي بتختار طريقك. ممكن حد ينصحك او يساعدك في انك تبقى راضي وصابر، بس في النهاية القرار ليك انت، وانت اللي هتتحاسب على افعالك. يعني خلاصة الكلام انك لازم ويجب ولابد انك تبقى راضي وصابر وقنوع بكل واي حاجة ممكن تحصل لك، يا اما حلوة يا اما انت فاكر ان هي وحشة وهي من تدابير ربنا، وتحمد ربنا عليها. وفي النهاية انا مش واعظ ولا شيخ، انا مجرد واحد جاي اقدم لك نصيحة انا مقتنع بيها وبعملها وفعلا مغيرة حياتي 100%. وفي النهاية انا حابب اشكرك انك كملت الحلقة للاخر، ولو عندك اي حاجة عايز تقولها اكتبها لنا وبس كده. أحلى مسا.